الحديث وأنا عاجز إلى أن جاء يوم الأحد الماضي وفي تمام الساعة 5 قبل المغرب وفي هذا المسجد سألت سيدة سؤالا أزالت عجبي من حديث رسول الله. اسمعوا هذا السؤال الذي سألته السيدة. قالت في سؤالها إن زوجي مدمن خمر. زوجها مدمن خمر ودخل ذات ليلة سكران ولم يكن في البيت، دخل الحجرة على ابنته البكر البالغة الرشيد وهو سكران فزنى بها. أيها الله أيها الله، ومرت الشهور وجاءت نتيجة الزنا حمدا. إنني أسوق هذه المشكلة إلى أعضاء مجلس الشعب الذين لم يوفقوا في شيء، وعندما عرضوا مشكلة الخمر وجريمة الخمر أخذوا يناقشونها ووضعوا أوامر الله في جلسة المشورة، كأن الله جل في علاه قد رشح نفسه على مجلس الشعب ونسي هؤلاء وتناسوا أن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعضاء مجلس الشعب عجزوا حتى عن تنفيذ أمر واحد من أوامر الله هو تحريم الخمر، وخرجوا علينا وهم يقولون شرب الخمر حرام إلا إذا كانت سكرية أو ليكير أو براندي أو خصية أو عرقي أو بيرة أو موزة أو نقيع الصم أو صفي أو كوكتيل. ما حرموا من الخمر شيئا وما سمعنا منهم إلا تمثيلا. الخمر. أعود إلى سؤال السيدة الباقية الحزينة، أعود إلى سؤالها، إلى المأساة، إلى المأساة، إلى الملهى، إلى البيوت التي هدمت. هذا سؤال سئل وما خفي كان أعظم. الرجل يزني ببنته وهو سكران وتحمل البنت وتسأل السيدة سؤالا هل يجوز شرعا أن ننزل ما في بطنها بطريق الإجهاض؟ والله إن هذه الأسئلة ما وردت على مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن حزم ولا ابن كعب. أسئلة ما سمعنا بها. أب يدخل بيته سكرانا، يدخل على بنته وهو سكران فيؤخرها ويزني بها وتحمل من أبيها. والسؤال هل نجهضها وننزل ما بها من حمل
والجواب: لا يجوز التعدي على ما في بطنها، لأن ما في بطنها نفس وقتلها حرام. في بطنها نفس تنادي على الله وتقول: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يا الله يا الله، يا حسرة على العباد. إذا فما مصير هذا الجنين؟ يقضي مدة حمله ويولد، وبعد أن يولد لا ينسب لأبيه لأنه ابن زنا. وكيف ينسب إلى أبيه وهو أبوه وفي نفس الوقت جده أبو أمه؟ أسمعتم سؤالا مثل هذا؟ أسمعتم كيف يكون الجد أبا وأبا وجدا في نفس الوقت؟ إنها الخمر، إنها الخمر، إنه السكر الذي جعل الأجساد آباء في دولة نسيت الله فنسيها الله. الولد إما أن يربى بين هؤلاء، وإما أن يسلم لملجأ من الملاجئ تربيه. أما الاعتداء عليه في بطن أمه فقتل، فيقولون قد جمعوا بين الزنا والقتل والخمر. إما أن يربى بين أحضان أمه من الزنا، وإما أن يذهب به إلى أحد الملاجئ ليربى هناك. سألت الأم سؤالا آخر: هل بعد أن زنى بابنته وبنتي هل أنا حلال له؟ لا إله إلا الله. وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم: هي أمة تلهو وشعب يلعب. أفلام ومسرحيات، والولد يجلس مع أخته أمام الشاشة، وعندليب مصر أو مغني الثورة أو مطرب الثورة عبد الحليم يقبل في أحد أفلامه واسمه أبي فوق الشجرة، يقبل عشيقته 90 قبلة أمام الآباء والبنات والأخوات والأمهات الجالسين تحت الشجرة وأمام الشاشة وأمام الشاشة. هل الزوجة حرمت على زوجها بعدما زنى ببنتها؟ قال الإمام أبو حنيفة وابن حنبل: من زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها. لكن الإمام مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا أن الزنا قدر وحرام، وعقد الزواج حلال، فلا يؤثر الحرام على الحلال فتظل على ذمته. لكن الجناية جنايتان: جناية خمر وجناية زنا وحمل. عجبي سال من حديث رسول الله. اسمعوا هذا الحديث الذي استهللت به الخطبة الثانية. روى الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه